بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اسمع مني. وقبل ما نبتدي يا ريت تنزل تعمل لايك للحلقه وكمان تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك معانا، ده هيساعد الفيديو على الانتشار. بص يا سيدي، في بدايه القرن العشرين اوروبا كانت غرقانه في الفوضى وكانت مليانه اضطرابات سياسيه واقتصاديه، وده أثر بالسلب على الحياة الاجتماعية. زاد الفقر والعنف وزادت معدلات الجريمة. وهنا هنروح لقرية نجريف المجرية، القرية اللي كانت قريبة من العاصمة بودابست واللي ارتفعت فيها نسبة الوفيات خصوصا بين الرجالة، وده حير السلطات المجرية لسنين طويلة، الأمر اللي ما كانش طبيعي ولا منطقي. طيب ايه وضع الستات في اوروبا وقتها؟ في الوقت ده الست الاوروبيه ما كانتش واخده حقها وما كانش فيه منظمات نسويه زي النهارده، والوضع في ارياف اوروبا كان صعب جدا. البنت ما كانش ليها اي راي في مساله جوازها، وده نتج عنه جوازات فاشله. وفي نفس الوقت ما كانش فيه طلاق خصوصا في الديانه المسيحيه، وده اجبر الست الاوروبيه انها تستحمل جوزها مهما كانت حالته. الامور بدات تتغير مع بدايه الحرب العالميه الاولى. الرجاله اتجندوا للحرب وبالتالي تتخلص الستات من سلطه الرجاله وكمان يبقى ليهم الكلمة العليا. وطبعا الكلام ده بقى في كل الأراضي المجرية والأوروبية، وبدأت الستات تشتغل أعمال الرجالة زي الزراعة والنجارة والبناء. لكن الوضع ده ما استمرش كتير. الحكومة المجرية بنت معسكر للأسرة قريب من القرية، ومعظم الأسرة دول كانوا من الجيش الروسي وما كانش عليهم أي حراسة مشددة. ما كانش في خوف من الهرب، هيهربوا على فين يعني؟ دول ما بقاش ليهم دولة أصلا. الثورة البلشفية قضت على روسيا القيصرية، والوضع في روسيا ما بقاش مستقر، والحرب العالمية بلعت اقتصاد المجر، وبدأت الحكومة تستخدم الأسرة في الشغل مقابل الأكل، وبدأت الستات تبص للعساكر الأسرة بصة تانية. ستات غايب عنهم رجالتهم لفترة طويلة وكانوا متحفزين عاطفيا وجنسيا، ولقوا اللي يشبع رغباتهم من غير جواز أو أي التزامات. وفجأة الرجالة بقى قصادهم في كل مكان، وكل واحدة بقى عندها حبيب واللي عندها 2 واللي عندها 3، وكانوا بيتفخروا بالكلام ده كأنهم كانوا داخلين مسابقة. الحرب صحيح طولت ولكنها مش هتستمر طول العمر، وتنتهي الحرب العالمية الأولى سنة 1918 ويرجع الرجالة لبيوتهم مرة تانية. وكان رجالة نجريف من ضمن الرجالة اللي رجعت لبيوتها، ولكن الأمر ده ما كانش سهل نهائي. ما كانش سهل على حد إنه خد حريته يتسجن مرة تانية، وبدأت المشاكل تظهر بين ستات القرية ورجالتها. في ستات رفضت تبعد عن حبيبها، وده خلى الرجاله اللي راجعه من الحرب زي الوحوش ليل ونهار بيشربوا كحوليات علشان ينسوا الحرب وما بعدها. وهنا تظهر بطلة القصة بتاعتنا، السيدة جوليا فازيكاس. محدش عارف هي جت منين لأن ماضيها كان مجهول، لكن المعروف إنها سكنت في القرية سنة 1911. أرملة اتجوزت بعد موت جوزها الأولاني، كانت في منتصف العمر وملامحها مش جميلة وفقيرة، مفيش أي مشاعر كانت باينة عليها، وكان ليها نظرة حادة تحس منها انها قوية. جوليا كان ليها شعبية في القرية، كانت خبيرة توليد وزي طبيبة نسائية، وده خلاهم يسموها الست الحكيمة. وفي الوقت ده ما كانش فيه اي وجود طبي في القرية، وعيادة القرية كانت فقيرة ومنسية من الحكومة، واتشهر عنها انها كانت خبيرة بالامور السحرية، وكانت شاطرة في معرفة السموم، وكانت بتقدم خدمات اجهاض لستات القرية. ودي الشغلانة اللي اتشهرت في اوروبا ايام الحرب العالمية الاولى، خصوصا للحمل اللي ناتج عن العلاقات الغير شرعية. عملية الاجهاض وقتها كانت جريمة، واتقبض على جوليا 10 مرات خلال 15 سنة. وقتها كان في قضاة متعاطفين مع قضايا المرأة، وكل مرة كانت بتخرج من القضية من غير أي عقوبة. وطبعا جوليا كانت متعاطفة مع بنات جنسها، لكن الأمر كان خط أحمر عند الرجالة. جوليا كان ليها حكمة مشهورة: الزوج الطيب هو زوج ميت، لأنه ما بيفتحش بقه أبدا. سنة 1913 يموت جوز جوليا بعد وعكة صحية، وساب وراه الكوخ اللي كان ساكن فيه وأرضه. جوليا كان ليها صديقة ومساعدة اسمها سوزي. سوزي هي كمان يموت جوزها فجأة، وطبعا سوزي تورث كل اللي وراه. موت الرجالة كان قريب من بعضه بس عدى من غير ما أي حد ياخد باله، خصوصا الراجل اللي كان بيأيد الوفيات في القرية كان قريب جوليا، وكان بيألف أسباب مقنعة لموت الرجالة. والجثث كانت بتدفن من غير ما تعدي على المستشفى، وما كانش فيه أي تشريح أو تشخيص للجثة. وبدأت المشاكل تكتر بعد ما الرجالة رجعت القرية، وكترت مشاكل العنف الأسري، وبدأت الستات مستعدة إنها تعمل أي حاجة علشان تتخلص من أزواجها. وهنا يجي دور جوليا. جوليا اللي كان عندها دواء مضمون في الحالات دي، وبدأت توزع الدواء على ستات القرية. حط نقطتين على الأكل
وهتخلصي من كل مشاكلك مره واحده. ولما تقلق واحده كانت بتقول لها اتغدي بيه قبل ما يتعشى بيكي، جوزك ده ما يستحقش الحياه. اسبوعين ويموت الراجل وتمشي مراته وراه في جنازته، تعيط وتولول وتصوت عليه، ويمشي وراها جوليا وسوزي وكام ارمله من القريه. جوليا اللي كانت تقتل القتيل وتمشي في جنازته، وبدا الدواء بتاع جوليا ينتشر في معظم بيوت القريه، وكمان انتشر في القرى المجاوره، وكل يوم والتاني بقى في جنازه في القريه. المشهد اللي بقى معتاد في الايام دي، دواء جوليا قتل ما يقارب من 300 راجل، وده كان ما بين سنة 1914 لحد سنة 1929. طبعا جوليا ما كانتش بتعمل ده للمحبة، ده كانت بتبيع الازازه ب $20، وده كان مبلغ كبير وقتها. جوليا كانت مفهمه الستات ان ده سائل سحري، لكن الدواء ده كان سم الزرنيخ، واللي كان بيستخدم للتخلص من الحشرات في القريه، وكانت بتحضر السم بشكل غير مباشر. سم الزرنيخ اللي كان له استخدامات كتيره في الزمن ده، وكانت جوليا عندها كتير في بيتها. جوليا كانت بتعلم الستات تستخدمه ازاي، ما كانوش بيستخدموه مره واحده، كانوا بيحطوا كميه صغيره على اكل الضحيه علشان يبقى اثر السم بطيء، ويستمروا يوميا على الجرعات دي لحد ما تظهر اعراض التسمم على الضحيه. وما كانش اي حد بيميز التسمم من اي مرض تاني. اعراضه اللي كانت شبه اعراض الامراض المعويه، الم في المعده واسهال وصداع وترجيع ودوخه. ومع ظهور الاعراض دي بتدخل الست في الخطوه التانيه، بتروح بلد فيها صيدليه علشان تجيب العلاج لجوزها، وتبتدي تحط السم على الدواء، وبعد كام اسبوع يموت الضحيه. طبعا استخدام سم الزرنيخ ما كانش اختراع جوليا، ده كان سلاح فعال لفتره طويله، خصوصا انه كان عديم الطعم واللون والريحه، وسهل جدا استخدامه من غير اي مشكله. بس للاسف كان في مشكله واحده، سم الزرنيخ بيسيب اثر طويل في جسم الضحيه، وممكن اكتشافه بسهوله لو حد هيشرح الجثه. المعلومه دي جوليا ما كانتش تعرفها، بس حظها ان ما كانش في مستشفى في القريه، وكمان وجود قريبها اللي كان بيخلص لها كل حاجه. واحد مات بالسكته القلبيه، والتاني مات بالبرد، والتالت مات بالالتهاب الرئوي، وهكذا. ومع سهوله استخدام سم الزرنيخ في ستات ادمنت القتل، وقتلوا عشرات الضحايا بالطريقه دي، لدرجه ان عدد زباين جوليا غير معروف لحد دلوقتي، ولكن يقال انه كان اكتر من 100 زبونه. وما يسكتوش عند كده وخلاص، دول عملوا جمعيه سموها صناع الملائكه، وده كان لقب طلع على ممرضات في اوروبا، خصوصا اللي كانوا بيرعوا الاطفال اللي ما كانش مرغوب فيهم. الاطفال دول كانوا بيتحطوا في منازل رعايه، واللي اتعرفت باسم مزارع الاطفال، وكانوا بيتعاملوا بقسوه واهمال، وده كان سبب في موت كتير منهم، واحيانا المسؤوله في الدار كانت بتقتلهم بنفسها. وهنا ظهر لقب صناع الملائكه كنوع من السخريه، لان في المعروف في الشعب الاوروبي الاطفال بعد موتهم بيكونوا ملائكه. الغريب ازاي عدد كبير من الستات اشتركوا في الجريمه دي، الجريمه اللي استمرت لسنين طويله، والاغرب ان محدش كشفهم، ولا واحدة منهم جالها تأنيب ضمير. وخلي بالك احنا بنتكلم على قرية صغيرة عدد اللي موجودين فيها 3000 بني آدم، ولو حسبنا النسبة هنلاقي 6 من كل 6 مجرمة، ودي كانت نسبة كبيرة. والست من دول ما كانتش بتقتل جوزها وخلاص، لا دي بقت هيصة، أي حد بيضايقها تقتله. المنظمة كانت عاملة قانون استخدام السم في قتل الرجالة، بس في ستات كانوا بيقتلوا ستات ورجالة. يعني مثلا في واحدة قتلت جوزها وعاشقها وابنها، وخلت ابنها يغني لها قبل موته، وكانت مستمتعة باللي عملته وهي بتحكي عنه. واحدة تانية قتلت 7 من عيلتها، وكانت بتضحك لما تفتكر موت جوزها، وقالت ان قتله كان هديتها لنفسها. وقتلت ابوها وامها و2 من اخواتها، وكمان قتلت حماتها وبنت اخوها، وكل ده علشان كانت عايزة فلوس. جيرانها قالوا انها كانت بتصعب عليهم لما كان حد بيتعب من عيلتها، علشان كانت بتسهر في خدمتهم طول الليالي. مجرمة تالتة قتلت جوزها وعيالها ال3 لانها كانت عايزة تعيش مع حبيبها. وفي امثلة تانية على اجرام اعضاء المنظمة، بلد كاملة مجرمة. كل ده والسلطة المجرية كانت شاكة في نسبة الموت العالية، بس كانت شاكة وما بتعملش اي حاجة تانية. كانت المجر مشغولة في الحرب العالمية وما بعدها. وهنروح لسنة 1929، السنة اللي تم اكتشاف فيها امر المنظمة. طالب طب يكتشف جثة على ضفة نهر في مدينة مجرية. الطالب يشرح الجثة ويكتشف وجود سم الزرنيخ فيها، وعلى طول يبلغ الشرطة اللي تبتدي تحقيق في القضية، واللي توصل لشخصية القتيل من القرية. الجثة تعرضت للتسمم، وجايز يبقى مرتكب الجريمة مراته وعشقها. وفي النهاية توصل الشرطة لمنظمة صناع الملائكة. في قصة تانية بتقول ان واحدة من القرية كانت شغالة ممرضة، واتمسكت وهي بتسم واحد من مرضاها، ولما اتمسكت اعترفت على صاحبتها، وصاحبتها اعترفت انها اشترت السم من جوليا، واستخدمت السم في قتل امها. وبدأت المنظمة تتحرك هي كمان، ويبعتوا سوزي للعاصمة المجرية علشان تسأل في صيدلية على سم الزرنيخ. وقالت للصيدلي ان قريبتها تعرضت للتسمم. الصيدلي قال لها الزرنيخ ممكن يفضل للجسم ل100 سنة.
حتى لو الجسم اتحلل بيفضل اثر السم موجود فيه وبيظهر بسهوله في الشعر والضوافر. طبعا دي كانت اخبار سودة على كل ستات القريه، وعلى طول يعملوا فريق يروح للمقابر وهناك يحاولوا يبدلوا شواهد القبور. الشرطه كانت عامله حسابها وكانت حاطه حراسه على المقابر، لكنهم ما قبضوش على حد والستات هربوا قبل ما يتموا المهمه. الشرطه برضه نبشت قبور الناس اللي ماتت وقت نشاط المنظمه ويتاكدوا من عشرات الجثث اللي ماتت بسم الزرنيخ. الشرطه تقبض على جوليا ولكنهم يخرجوها بعد كده ويمشوا وراها مخبرين علشان يراقبوها. وفعلا جوليا تلف على بيوت القريه وتطلب من كل ست انها توقف استعمال السم فورا، وبكده تعرف الشرطه اسامي وعناوين كل ستات المنظمه علشان تقبض عليهم كلهم مره واحده. اكتر من 100 ست اتقبض عليها، وقليل قوي اللي اعترفوا بجرائمهم، بس الاعترافات دي كانت كفايه. الشرطه اثبتت الجريمه على 26 سيده، اتحكم على 8 منهم بالاعدام وسبعه منهم اتحكم عليهم بالاشغال الشاقه المؤبده، اما الباقي اتسجنوا مدد متفاوته. الاعدام يتنفذ في سوزي واختها والباقي يتخفف عليهم الحكم. اما جوليا كانت بتراقب الشارع ولمحت الشرطه وما كانش فيه وقت انها تهرب لاي مكان، وعلى طول تطلع السم وتشرب منه. وفي ستات من المنظمه عملوا زيها، وبعد القضيه دي رجاله القريه بقت تعامل الستات باحترام، مفيش راجل مستغني عن روحه، وفضلوا محترمين معاهم جيل ورا جيل لحد النهارده. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض واستنوني الحلقه الجايه. سلام.